حلقتنا النهاردة عن مخلل اللفت. سعره بقى كده حنين كده وموجود في السوق كتير ورخيص، ودي كده من احلى المخللات اللي بتتعمل في الشتاء. ده المخلل بتاعنا بعد ما استوى، حبيت ان انا كده اقدمه لكم كده في الاول في طبق ونشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا مع بعض هنعمل اللفت، وده كده اللفت اللي استوى بالميه بتاعته. هنشوف بقى الطريقة بتاعتنا سهلة جدا. هتجيبي اللفت، بنبتدي ان احنا نشيل الجذور بتاعته اللي هي بتبقى موجوده من فوق كده اللي هي الشوشه. وبعد كده ببتدي ان انا اغسله، انقعه كده في ميه، وابتدي اغسله مره واتنين وتلاته كده غسله كويسه جدا عشان بيبقى فيه طينه واتربه. بعد كده ببتدي ان انا اشيل الحته بتاعه العروق دي وبركنها، وبعد كده ابتدي ان انا اخرط اللفت بتاعنا زي ما انتم شايفين. انا هنا معايا دي المبشره فيها حتت كده مشرشره عشان تدينا نفس التقطيعه. وهنا العروق بتاعتها بردك في التخليل بتبقى جميله جدا. بقطعها كده زي ما انتم شايفين. بعد كده ببتدي ان انا اخرط، عايزه تعملها صوابع بقى، عايزه تعملها دواير زي ما انت عايزه تعملها اربع ارباع مفيش مشكله. بعد كده ببتدي ان انا احطهم على مصفى، بس انا هنا مش هرش عليه ملح، انا هسيبه بقى زي ما هو كده. معايا هنا بنجر، ومعايا 6 كوبايات من الميه المفلتره. لو مش عندك بقى ميه مفلتره يبقى هتغلي الميه. وهنا معايا نص كوبايه من الملح بمقدار 125 جرام من الملح، اللي هو كيس الملح هتلاقي مكتوب عليه 125 جرام. يبقى انا دوبت ال6 كوبايات ميه مع ال 125 جرام تدويبه كده كويسه خالص. بجيب البرطمان ببتدي ان انا احط بقى فيه اللفت بتاعنا. انا هنا كمان مع اللفت برمي شريحه من البنجر عشان تخلينا كده اللون بتاعه الاحمر الزهري كده يبقى جميل جدا. حاطه كمان العروق، في ناس كتيره بتحب تاكل العروق وفعلا بتبقى طعمها زي السكر. ببتدي ان انا احط الكميه بتاعه اللفت زي ما انتم شايفين. وهنا اللفت احنا عاملينه المره دي ما نقعناهوش خالص في ملح. خلاص حطينا الكميه، ببتدي ان انا اصب عليه بقى المحلول الملحي اللي احنا قلنا عليه 6 كوبايات من الميه مع 125 جرام من الملح، مدوباهم كده كويسين. واهم حاجه تكون الميه متفلتره، يا اما تكوني غاليه الميه وتسيبي الميه تبرد وتبتدي ان انت كمان تضيفيها. بعد كده هبتدي ان انا اغطي البرطمان واركنيها عندك بقى في قلب المطبخ. هو عاوز مكان دافي كده بس يكون جيد التهوية، وهو هيبتدي ان هو يستوي معاكي، ما بياخدش كده 10 ايام وهتلاقيه استوى بقى زي الفل معاكي. من احلى المخللات الشتوية، اللي هو كمان بيبقى تمنه رخيص وفي نفس الوقت سريع التحلية، وبيبقى طعمه حلو جدا مع الاكلات اما بتحطها كده مع الاكل. بالتالي الطريقة سهلة وبسيطة جدا. احنا هنا ما نقعناش اللفت بتاعنا في الملح زي ما كنا بنعمل قبل كده. وكمان هنا انا خدت بصراحة هنا مية مفلترة، لكن لو انت ما عندكيش المية المفلترة هتقدري انت هنا تغلي المية وتسيبي المية لحد ما تبرد وتبتدي ان انت تعمليها. لازم تكون المية معاكي معقمة. دي كانت حلقتنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.